ملفات غامضة. شبح الهاتف في شقة المغتربات. هناك العديد من الأشياء الغامضة التي تحدث ولا نجد لها تفسيراً، على الأقل ليس تفسيراً منطقياً. في هذا الفيديو سنعرض لكم 3 قصص مرعبة حدثت بالفعل والتي غيرت حياة أصحابها. القصة الأولى يرويها شاب ويقول: انتقلت مع عائلتي إلى منزل جديد، وكان في منطقة من المناطق الجديدة غير مأهولة بالسكان بشكل كبير. كان المنزل كبير وواسع وجميل، فأحببته على الفور، وكنت في غاية السعادة الانتقال إليه. وفي الليلة الأولى به كنت مستلقي على فراشي، فشعرت فجأة بثقل على طرف الفراش بجانبي. كان هناك من جلس عليه. فتحت عيني وقد تخيلت أن ابنتي الكبرى هي من جاءت لتجلس بجانبي كعادتها، ولكنني لم أجد أحدا. أغمضت عيناي وأكملت نومي وأنا أقول في نفسي: ربما تخيلت ذلك. وهكذا مرت الليلة الأولى. ولكن بعد ذلك تكررت هذه الحادثة كل ليلة، حتى وصل الأمر إلى شعوري أن هناك من ينام بجانبي، وأشعر كأن هناك أنفاسا دافئة تلاحقني أينما ذهبت. وتطور الأمر، فلاحظت أن ابنتي الرضيعة تنظر إلى السقف وتتجه بأنظارها يمينا ويسارا، وتشير بيدها وكأنها تراقب وتتابع بعينها حركة شيء ما، على الرغم من أن الغرفة فارغة تماما. وهكذا بدأت أشعر أن هذا المنزل يحيط به بعض الغموض. وبعد فترة جاءت إحدى قريباتي لزيارتي، فقالت لي بمجرد دخولها أن هذا المنزل غريب وغير مريح نفسيا، وقد شعرت أنه مسكون. انتفضت رعبا من الفكرة، ولكن حاولت أن أنساها أو أتجاهلها، وأكملت الحديث مع قريبتي، ولكنني تفاجأت بها تسألني عن الطفل الذي يلعب مع ابنتي بغرفتها. فقلت لها: أي طفل؟ أنا ليس لدي سوى ابنتين، إحداهما رضيعة. فأجابت أنها شاهدت صبي صغير يقف في نافذة إحدى الغرف المطلة على الشارع في أثناء دخولها إلى المنزل. المربية الوهمية. تحكي إحدى السيدات قصتها، فتقول أنها في يوم قد لاحظت تغيرا ملحوظا في سلوك ابنتها التي تبلغ من العمر 6 أشهر فقط. وقد بدأ هذا التغير بعد انتقالهما معا إلى منزل جديد، حيث كانت الابنة تضحك وتلهو وحدها، وتتابع بنظراتها أشياء غير موجودة تتحرك حولها، وتبكي فجأة دون سبب. وقد تخيلت السيدة في بداية الأمر أن الملائكة تلاعب الطفلة، وهذا أمر طبيعي جدا بين الأطفال. ولكنها ذات ليلة سمعت صوت صراخ ابنتها الرضيعة، فذهبت على الفور إلى غرفتها. وهي على باب الغرفة سمعت صوت امرأة تغني تهويدة إلى طفلتها. ارتعبت المرأة من الخوف، فاقتربت من الباب بحذر شديد، فرأت طيف امرأة تجلس بالقرب من فراش ابنتها. وكانت امرأة طويلة القامة، لها شعر طويل أسود اللون، ترتدي ثوبا من طراز قديم. وبمجرد أن دخلت السيدة إلى الغرفة اختفت على الفور. شبح الهاتف. كنت أسكن في شقة طالبات مغتربات مع 3 من زميلاتي خلال السنة الأولى من دراستي بالجامعة، وقد حدثت لنا في هذه الشقة العديد من الأحداث والأهوال التي لا نستطيع تفسيرها حتى الآن. حاولت تجاهلها ونسيانها، ولكنني لم أستطع. فعلى سبيل المثال، كنت في يوم جالسة أشاهد التلفاز في غرفة المعيشة بمفردي، وفجأة لمحت طيفا أحمر يتوهج على يساري. كرد فعل تلقائي التفت على الفور كي أتحقق من هذا الأمر، فلم أجد له أي أثر. ظننت حينها أنني أتوهم ذلك ولا مشكلة. وفي صباح اليوم التالي قصت علي زميلاتي ما حدث لي. فوجئت أن كل واحدة منهم تقول أنها قد تعرضت لنفس هذا الموقف تماما من قبل، ولكنها لم تهتم ولم تحكي لأحد. وفي إحدى الليالي رن جرس الهاتف الأرضي، وكان الرقم المتصل هو رقم واحدة منا، والتي صعقت عندما شاهدت الرقم على الشاشة، رغم أنها تركت هاتفها في غرفتها منذ قليل والغرفة فارغة، ونحن ال4 نقف بالقرب من الهاتف. فرفعت سماعة الهاتف في خوف شديد. سمعت صوت موسيقى صاخبة تنبعث من الهاتف. اتجهت صاحبة الرقم على الفور إلى الغرفة الموجودة بها الهاتف، فوجدته ملقى على الفراش مثل ما تركته، ولا يوجد بجانبه أي أثر للموسيقى.
انتقلنا على الفور إلى شقة أخرى بعد هذه الحادثة، حيث تأكدنا أن هذه الشقة مسكونة بالفعل.